احلى مسا على الرجاله اللي وحشني. اخباركم ايه وعاملين ايه؟ طبعا انا لما اجي ارفع فيديوهات دلوقتي هتلاقوني برفع فيديو وبقعد اتكلم بقى دردش معاكم اللي اقدر عليه اعمله بقى وانا فاضي. ماشي. هنتكلم النهارده عن ازاي لما اللعبه تبدا يبقى معاك فلوس كتير وتبقى تقدر تظبط بسرعه. بص يا شباب، عشان تعمل فلوس في اللعبة ديت رقم واحد هو التجارة. ده بالنسبة للناس اللي هم المبتدئين. أصلك ببساطة كل اللي انت هتعمله، تمام، هتجمع حتى تطلع نجمة واحدة تجيب بيها قرشين، وتجمع بعد النجمة تكسب تقوم جايب نجمتين، وهكذا وهكذا وهكذا. تمام. آه زائد يجي من بعدها تاني حاجة هي ايه؟ البوت. ان انت لازم تفضل مشغل بوت فترة كبيرة جدا على مدار الأسبوع دون توقف ودون قفل للجهاز ودون أي حاجة. أنت فاهم يعني؟ لأن طول ما أنت بتشغل البوت وبتبوت بفترة أكبر، ده بيخلي الإيميل فرصته إنه يلاقي سوسات بشكل أكتر. طيب السوسات ديت على حسب اللعبة، في بعض الألعاب بيبقى فيها سوسات كتير. يبقى إذا السوسات الكتيرة ديت هتبقى لما تيجي تبيعها وهي متبلصة أحسن لما تبيعها وهي مش متبلصة. طب هتبلص ازاي؟ هتغامر بقى بما انها كتيرة. حاول تضرب في +7 +6، طلع معاك حاجة مثلا، على حسب برضه البلاس في اللعبة نظامه ايه. طلع معاك حاجة كويسة تبص تلاقيها بتتباع بتعمل لك فلوس. يبقى ايه اللي يعني أهم حاجة هي التجارة رقم واحد. زائد الناس اللي بتلعب سنجل. يا جدعان كذا مرة نقول لعبة سلك رود مهياش للناس اللي بتلعب سنجل. وانت بتلعب لوحدك بتواجه صعوبة ضخمة جدا ان انت تظبط دنيتك وتظبط هدومك. انما لما بتلعب مع ناس وتخش جلد والكلام من ده، بتلاقي كذا سكة تجيب لك منها فلوس. خد عندك يا سيدي بعض السكك وانت بتلعب مع ناس اللي هو جلد يعني وبتلعب معاهم. السكة الأولى الفورتريس دي بتجيب فلوس حلوة لو كسبت. السكة التانية اليونيكات. لما بتروح عند اليونيكات اللي هي الكبيرة بتوقع لك بقى ايه اللي يوقع لك؟ امورتال، توقع لك سلك، توقع لك حاجات من اللي هي الحلوة ديت. لأن الحاجات ديت بتبقى في اللعبة محتاجينها ومهمة جدا. واخد بالك؟ يعني أنا بلعب واحد أقوى مني زي ما انتوا شايفين على الشاشة اهو. ده أجمد مني على فكرة. ف الأقوى مني ده هتلاقيني طولت معاه عشان خبرتي بس. يعني بص كده هو ماسك سلاح عامل ازاي، وانا سلاحي نورمال. تمام. بص السلاح اللي في ايده يعني هو ده يديني ضربتين اموت. تمام كده. بس انا عمال بعافر معاه بسبب خبرتي في اللعب وان انا عقدته. تمام. هو تقريبا مش عارف هو لابس، لا جايب السلاح بس كانت ضربتي فيه جامدة برضه مش ضعيفة. بس هو مش عارف يلعب كويس. ما علينا، نرجع للمهم والمفيد اللي هو ايه؟ حتة الجولد وكده. طب بالنسبة للناس بقى اللي هي أصلا بتيجي تطلع بس حاسة إنها بتزهق من التجارة. طب الناس اللي بتزهق من التجارة دي هتعمل إيه؟ أنت ممكن يا باشا بدل بتزهق من التجارة ممكن تطلع الإيميل تجارة بالبوت. واخد بالك؟ يعني أنت ممكن تطلع الإيميل تجارة بالبوت. طبعا البوت بقى ما أعتقدش إن أنت هتزهق يعني. البوت موضوعه سهل. لأن أنت كل اللي أنت هتعمله هتحط السكريبت وتسيب الإيميل إيه؟ يشتغل. وقت ساعتها هتلاقي نفسك بتجيب فلوس حلوة أوي. أنا ناس سألتني على اللعبة دي اسمها إيه؟ زي ما أنا ما قلت اللعبة ديت لعبة من الألعاب اللي بيبقى فيها ديلات. ديلات ديت يعني الجي إم مشكورا بيقوم مكلم ناس يقول لهم تعالوا أنزلكوا اللعبة تبقوا معايا والكلام من ده وحبايبي والدنيا حلوة جميلة. ويبدأ بقى ايه يخم في اللعب، ينزل يديلهم أسلحة يديلهم سلكات يديلهم حاجات. تيجي تبص تلاقي اللعبة فاتحة لسه النهاردة
ولسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم يلا نلعب، وتلاقي ناس بقى معاها سلاح بلس 8 وبلس 9 وبلس 10. طب ما انت جبت الكلام ده ازاي يعني؟ ما انا عايز افهم برضه، ما الحاجات دي بتيجي بجولد. يعني هي الحاجات ديت بتيجي بجولد، انت جبتها ازاي؟ ما تقوليش انا طلعت تجارة في اول 3 ساعات مثلا من اللعبة ما بتفتح. انت نازل جايب، لو فرضنا ان الحاجات دي بتيجي بسلك هنقول اه ماشي، انت ممكن تشحن سلك وتنزل تلعب. بس الحاجات اللي بتيجي بجولد بقى، فيعني في حاجات كده بتلاقي الدنيا مش مظبطة معاها، وانا ما احب الصراحة ان انا آه، افتح لكم لعبة من الالعاب ديت واقول لكم عليها بقى ونروح نلعب والكلام من ده. لا ملوش لازمة يا باشا، ملوش اي لازمة الكلام ده. والله انا بالنسبة لي زي ما انا ما قلت بسلي وقتي. عايز سيرفر سهل، يعني في سيرفر ناس حبايبنا برضو ومش وحش، شغال بقاله فترة بس ما بيعجبش ناس كتير، اسمه جولدن. السيرفر ده يعني احنا عملنا عنه فيديو لو انتوا تفتكروا من فترة، ايام ما كان ديجري 8، ودلوقتي وصل لحد ديجري 10 تقريبا. فانت لما بتيجي تعمل بلس 6 وبلس 5 وبلس 7 بتزغط في عبك ان انت عملت الارقام دي، ومش اي حد يعمل، عايز حد من اللي هم الناس اللي بتلعب حلو يعني اللعيبه. في ناس ما تحبش كده، الناس اللي وراها شغل، والناس اللي طول اليوم قاعدة مش بتعرف تقعد على الموبايل على الجهاز أصلا ساعة على بعضها، دي ما تحبش كده. ولما بيجي يشغل بوت، البوت ما بيجيبش أي حاجة مفيدة، لأن طبعا اللعبة متصعبة، يفضل يلعب طول اليوم من أجل إنه ما يلاقي حتة سوس، تلاقي تروح وتيجي تبص تلاقي الإيميل ملهاش أي حاجة. فغير كمان ان هو عامل الليميت واحد بس، يعني ايميل واحد اللي انت فاتحه، فدي حاجة برضه مضيقة الدنيا. الناس اللي بتبقى شغل بقى وكلام من ده مبيفضوش للكلام ده. دي الفئة، انما الفئة اللي هي بتاع العيال اللي بتبقى قاعدة في البيت وبتلعب طول اليوم وراها شغل ولا وراها شغل ولا اي حاجة، وياخد مصروفه ويشحن والشغل ده، ماشي. ده هو اللي هيحب الألعاب ده، مع إن الناس دي برضه متحبش الألعاب، هو يحبوا ينزلوا لعبة اشتري كل حاجة النهاردة والعب النهاردة ويلا بينا. انما الالعاب اللي فيها لعبة ما بحبهاش. فبس يعني احنا كنا النهاردة بنتكلم عن حتة ان احنا بس نزود الفلوس بشكل سريع، وتظبط الهدوم وتظبط الايميل وتظبط كل حاجة. في بعض الناس برضه بتواجهها ان انا ازاي اعمل سكريبت وازاي اعمل مش عارف. الموضوع سهل والله، انت كل اللي انت بتعمله لو الايميل سريع، لو الايميل سريع بتخليه هو اللي يمشي، يعني لو هو اسرع من الحصان خليه هو اللي يمشي. لو مش سريع بترفع حصان، اللعبة بقى على حسب الحصان 60 ولا 90 على حسب اللعبة، بس أنا أفترض إن الحصان 90 في اللعبة، فبتقوم رافع الحصان 90. بعد ما ترفع الحصان 90 بتروح للتريننج وتنزل تحت بتلاقي كلمة ريكورد، بتضغط على ريكورد بتمشي بقى خطوات، ما بتضغطش في السماء، بتضغط على الأرض، لازم تضغط على الأرض عشان ما تهنكش السكريبت. فأنت بتضغط خطوات، تقعد تضغط بقى أبعد خطوة تقدر تضغط عليها، تضغط من مثلا من جنجان لداون، وبعد ما تروح داون بتقوم بتسافر لجنجان تاني أو بتسافر أي مدينة. ليه بتسافر؟ هقولك ليه بتسافر. عشان لما تسافر البوت لما يبقى راكب التريد ولما يوصل للسكريبت هيقوم حرق الطرق أو حرق التريد، فكده انت خسرت البيت بتاعك، لو هو بسلك ولا حاجة تبقى خسرته. انما لما بقى هيبقى محمل وانت عامل له التجارة يسافر مثلا من جنجان لأي حتة أو من داون لأي حتة، هيروح يوصل المدينة ويحاول يسافر، اللعبة تقول له ما ينفعش تسافر عشان انت محمل، فيقوم البوت مهنج واقف قدامها يحاول يسافر لحد بقى ما انت ما تيجي تقوم بايع وشاري تاني وعامل السكريبت العكسي. فالموضوع سهل يعني يا شباب، مش صعب ولا حاجة. أحلى مسا عليكم، سلام.